بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبيباتي في فيديو جديد على قناتكم غاتو ديليس. اليوم بإذن الله لأول مرة على قناتي وأعتقد على اليوتيوب الجزائري راح نشوفوا مع بعضنا كيفية صناعة الصابون السائل بطريقة كيميائية علمية حرفيا من الألف إلى الياء. المميز في الفيديو تاعنا أولا المواد المستعملة موجودة في كل دار، الكمية الوفيرة اللي راح نتحصلوا عليها، وأهم حاجة الجودة والمادة الفعالة اللي فيه وكيفية قضائها على الدهون. قبل ما نبدا في الفيديو نطلب منكم البنات اللايك والبارتاج للفيديو هذا بالذات، على غير عادتي نطلب منكم هذا الشيء، وتعليق مميز من عندكم باش يطلع الفيديو برك ويتشاف على اعلى مستوى ويستفادوا منه اكبر قدر من الناس. دركا هيا نبداو على بركة الله. دوكا عندي المرحله الاولى والمكونات تاع الماده الاوليه او الصابون اللي راح نخدموا به صابون السائل تاعنا. اهم ماده عندي هي هيدروكسيد البوتاسيوم، هذا الاسم العلمي تاعها. صودا الكاويه او البوتاس او الباترونه كما كل منطقه يعني في العالم العربي كيفاش يطلق عليها. هنا في الجزائر نعيطولو ديبوشير. هذه القرعه تاعو واللي تقريبا ما كانش وحده فيكم ما استعملتوش من قبل. جيبي هذا النوع اللي يكون عباره عن علبه بلاستيك محكمه الاغلاق، ما تجيبيش تاع الشكاير، ما لازمش تكون قديمه، ما لازمش تتعرض للهواء، سينو راح تقل فيها الماده الفعاله والصابون تاعك ماهوش راح ينجح. دوك نشرح لكم بالصور هذا. هذا مقياس البي اش او مقياس الحموضه للمواد. رقم 7 هو الوسط المعتدل، او كما احنا كنا نقولوا له بكري في القرايه كي كنا نقراو هكا باش يفهمونا، يقول لك الوسط المائي. الماء البي اش تاعو 7. كل ما طلعتي على 7 حتى الرقم 14 هي المواد القاعديه. راح نشوفوا باللي رقم 14 اكثر ماده قاعديه هي هيدروكسيد الصوديوم اللي رانا مستعملينه اليوم او الصودا الكاويه. الجهه الاخرى كل ما هبطي من 7 للصفر هي الاوساط الحامضيه. مثلا في المواد اللي راح نستعملها انا في صناعه الصابون تاعي اليوم، عندك الخل رقم 3 والليمون رقم 2. المرحله الاولى راح نستعمل الليمون، في المراحل الاخرى راح نزيد نستعمل الخل والبيكنج صودا. راح نهضروا على دور كل واحد فيهم، عندهم ادوار اخرى، بالاضافه لاهم دور انهم يعادلوا لي الوسط تاعي. كي نستعمل مواد حامضيه مع ماده قاعديه تعطيني الوسط المعتدل. كيفاش نقيسوا هذا الوسط؟ عندنا لهنا اوراق هذه البي اش، للاسف اليوم انا ما توفرتش عندي هنا في باتنا، ما لقيتهاش، درت كومونديتها سير كوموند من الجي، مازال ما وصلتنيش. نجرب قدامكم الصابون تاعي تشوفوا باللي راهو 7 بالضبط، وسط معتدل. وهذه اهم حاجه، اهم الفاعليه تاعو من القضاء على الدهون. كي لامس يديك ما يأذيهمش، لازم الوسط تاعو يكون 7 او اكثر حاجه 7.5 8 وبزاف. عندك هذا الباكي تقطعي منه ورقه صغيره وديريه في المحلول تاعك الاخير خلاص اللي هو الصابون، وتشوفي درجه التعادل تاعو. المقدار اللي نحتاجه اليوم في الصابون هو 3 مغارف كبار من هيدروكسيد البوتاسيوم او صودا الكاويه. انا اليوم تعمدت انه المقادير كامل تكون بالكاس والمغرف باش الناس اللي ما عندهاش ميزان ما تقولكش ما نقدرش نخدمه. ولا قلنا نحتاج 3 مغارف كبار من هيدروكسيد البوتاسيوم او الصودا الكاويه. دوكا نشوفوا باقي المواد اللي عندنا. عندي لهنا عصير حبه ليمون متوسطه مصفيتها، جاتني حوالي نص كاس من هذا تاع لاتاي. الا ما عندكش عصير الليمون الطازج استعملي لاسيد ستريك او حمض الليمون. وتفهمنا باللي لهنا الدور تاع عصير الليمون هو معادله الوسط. عندي لهنا نص كاس ماء بيان كلاصي، وعندي لهنا كاس تاع الزيت، اي زيت مستعمل عندك استعمليه. الزيت هذا قليت به البطاطا شحال من خطره، زدت قليت به شيفلور، ودوكا راح نستعملو. دوكا نبداو الخدمه على بركه الله. الحاجه اللي راح تخلطي فيها لازم تكون بلاستيك، والتحريك يكون بمغرف تاع حطب. استعملي السيليكون، ميلانين، اي حاجه، المهم ما تكونش برك معدن. وضروري يكون عندك بافات وليغون، تكون البلاصه اللي تخدمي فيها مهويه. هنا راح نبدا نكيل الصودا الكاويه تاعي هي الاولى. قلنا راح نستعمل 3 مغارف كبار تاع الماكله يعني، او تاع العشاء كما يسميوهم تاعنا العاديين. 3 مغارف كبار نكيلهم هما الاولين باش نهبط بهم على الماء. ولازم تعاودي تغلقي القرعه تاعك هذه او البلاره تاع الصودا الكاويه، تعاودي تغلقيها بيان. وشوفي هذه البلاره يدير 27000، ديت منها الا 3 قراعي وهي فيها 400 غرام، راح تقعد معاك مده وزمان. نجيب الحاجه اللي راح نخلط فيها، نحط فيها الماء هي الاولى. ضروري البنات ما ديريش العكس، الماء هو الاول وتهبطي بالصودا الكاويه على الماء.
يطير. لو كان تحطي الصودا الكاويه هي الاولى وطهبتي بالماء، قادر بعد 13 قيسك في يدك ولا حاجه يحرقك. نحرك مليح الصودا الكاويه مع الماء حتى يذوبوا تماما. هنا حبيت نوريك باك بعض الابخره، ما نعرف لا يتبان لكم اللي راهي خارجه منها. والبيدون راهو سخون يغلي. نحرك مليح، وضروري جدا ما تستعمليش هذا المحلول حتى يبرد تماما ويولي بدرجه حراره الغرفه باش نبداو باقي الخطوات. بعد ما مسيت المحلول تاعي لقيته برد، نهبط بعصير الحبه تاع الليمون اللي قلنا عليها، نعطيها تحريكه بسيطه، والكاس هذاك تاع الزيت المستعمل. بمجرد ما تضيفوه راح تروماركيو باللي بدات عمليه التصبن. نعطيه تحريكه ولا زوج بالمغرف تاع الحطب، ونجيب البراميكسور، ونبقى نخلط حوالي دقيقه حتى لزوج دقائق حتى نتاكد باللي راهي ذاب كلش. ودوك تشوفوا القوام تاع الخليط اللي لازم تتحصلوا عليه. العمليه هذه البنات تاع التخليط حتى نتحصل على هذا القوام هي اهم عمليه في الحكايه هذه كامل، او ما يطلق عليه عمليه التصبن. كل ما خلطتي كل ما امتزج المواد مع بعضها مليح، والصابون تاعك يخرج ناجح 100%. هنا بعد ما كملت الخفق تيجي عندي مزيج اتقل شويه من الخليط تاع المسكوتشو او الكيك. نغطيه ونخليه كيما راهو هكذا حتى الغدوه من داك. ضروري البنات يفوت عليه على الاقل 12 ساعه باش يتصلب. دوكا لهنا راني لو كانوا ماركيتو الاختلاف في الاضاءه، دوكا راني الصباح. شوفوا الصابون تاعي كيفاش رجع، قالب صابون حجره بالضبط. هنا البنات عندي ملاحظه بسرعه على الشيء اللي خدمناه والشيء اللي راح نخدموه. الشيء اللي خدمناه بالصودا الكاويه والزيت والماء نتج عندي صابون صلب او الماده الخام تاع الصابون. وزنت الكميه تاعي خرجت عندي 446 غرام بالضبط. باش يخرج لنا الحساب سهل نقولوا 500 غرام هكذا. حابه تستغني على المرحله هذه اللي فاتت وتعوضيها بالصابون التجاري هذاك اللي يتباع، مثلا نقولوا تيست. علاش تيست بالذات؟ لانه جايه في الفئه المتوسطه، لا كاليتي تاعو مقبوله جدا والبري تاعو مقبول. الصابونه هذيك تاع تيست دير 250 غرام. يعني الا حابه تستغني على الخطوه هذه تاع الصودا الكاويه والماء كامل، تبداي المرحله تاع الصابون السائل تاعك من هنا وروح. تقدري تستعملي زوج صابونات تاع تيست اللي قلنا الوزن الصابونه 250 باش يكون عندك 500 غرام تاع الصابون، باش تقدري تكملي المرحله الجايه حتى توصلي ل 12 اطره تاع الصابون هكذا. تحكمي الصابون تاعك تكرفجيه وتكملي بنفس الخطوات اللي راح تشوفيهم معايا دركا. الفرق وين راح يكون فرق شاسع في التكلفه. علاش؟ صابون التيست هذيك تاع 250 غرام دير 18000، يعني زوج صابونات ب 36000. بار كونتر انا لهنا وصلت لنفس النتيجه بل اجود، لانه على بالنا بلي الصابون هذاك اللي يتباع قلنا صيغه تجاريه. صافي انا تحصلت على 500 غرام من الصابون الصلب عالي الجوده بحوايج بتكلفه لا تذكر. كاس من الزيت لو كان ما استعملتوش لهنا كان راح يطرمى. نص كاس ماء وثلاث مغارف برك من الصودا الكاويه اللي قلنا الباطه هذيك تاع 400 غرام دير 27000. ثلاث مغارف ما يجيوش مامبا 70 او 80 غرام. احسبي انت التكلفه لا تذكر. الخلاصه حاب تديري معايا الوصفه من الاول مرحبا. حابه تستغني على الجزء هذا تاع الصودا الكاويه والماء وتكملي بالصابون التجاري، يلا. نجيب الحاجه اللي راح نخلط فيها ونحاول نحي الصابون تاعي كامل من البيدون اللي كنت حطاته فيه. نكسره شويه بيدي برك باش يسهل عليا تذويبه، ونهبط عليه باطرتين ماء غليان. دركا ابداو حسبوا معايا كميه الماء، 2 اطرات ماء مغلي. نخلي القطع تاع الصابون تاعي في الماء هذاك حوالي 2 دقائق 3 دقائق برك حتى تعاود تدفى وتذوب. ونعطيه تحريكه بسيطه برك بالميكسور، مام يقعد لك فيه شويه عبروش عليه. التخليطه تاع الصح هي بعد ما نضيفوا باقي المواد اللي دوكا راح نشوفوهم مع بعضنا في المرحله الثانيه. دوكا نشوفوا مع بعضنا باقي المكونات تاع الصابون تاعنا. وشوفوا اسمحوا لي لكن الفيديو تاعنا جا شويه طويل، الله غالب. تعرفوني ما نحبش ندير لكم حاجه برك وخلاص، نحب كي تستعملوا حاجه تعرفوا كيفاش وعلاش راح نستعملوا هذيك الحاجه. اول حاجه عندي كاس تاع الصابون السائل. انا اللي هنا مستعمله هذا بينغو صراحه، يعني هايل في حد ذاته. لونه ازرق، هو هكذا القرعه زرقاء والداخل مكون كما راكم تشوفوا قدامكم زرق. استعملنا الصابون السائل علاش؟ لانه فيه ماده ملمعه
كيما هذا اللي راكم تشوفوه لهنا، هذا تاع لافيسال او آلة غسل الاطباق هكذا. شوفوا هذا ملمع، كاين لي طابلات اللي يتباعوا مسحوق مع الملمع، وكاين اللي المسحوق وحده والملمع وحده. هذا وقتاش تستعمليه في حاله ما اذا كنتي في الماشينه تاعك ما كاينش راح تغسلي طناجر ولا طباصه، ولا راح تغسلي كيسان او حاجه تاع الزجاج شفافه تعطيها اللمعه. احنا ديجا بالصابون اللي خدمناه هذا وراهو يترقد في الماء، ديجا عندنا ماده فعاله قويه على الدهون، وصابون ما شاء الله. الديفو اللي فيه لو كان تستعمليه وحده راح يضبب لك الكيسان واي حاجه شفافه. استعملنا الصابون الليكيد اللي كاين عندنا في كل دار لانه فيه الملمع، باش ما نستعملش هذا اللي البري تاعو شوي غالي. ثاني مكون عندي هو صابون البودر. هذا صابون البودر ولهنا كنت تشوفوني مستعمله هذا نايس صراحه. ما عنده حتى علاقه بالصابون، يعطيك الرغوه ولكن تم تطفى الفاعليه تاعو زيرو. انا لهنا مستعملته كماده مساعده لاني مانيش راح نستعمله وحده، اني مستعملته يعاونني الصابونه الاصليه تاعي اللي راهي شديده الفاعليه ويعطيني الرغوه. حاجه اخرى ثاني، هنا عندي نص كاس تاع السكر. وظيفه السكر ماده معززه للرغوه، يخلي السائل تاعي رغوي. عندي مغرفه صغيره تاع الملح، وظيفه الملح انه يعطيني ثقل للقوام. عندي نص كاس تاع لاتاي من الخل الابيض. وظيفه الخل قلنا انه اولا يعادل لي الوسط كما استعملنا مقبل القارص، وايضا مطهر معقم وملمع. يا اخي شتو اي حاجه تغليها بيض ولا الببروات تاع دراري صغار ولا في هذيك الكاسرونه اللي تغلي فيها، ديما نديروا قطرات تاع الخل باش ما تبيضش او يترسب عليها الكركير. يا اخي هكذا، هذه هي وظيفه تاع الخل. وهنا عندي زوج مغارف كبار تاع الكربونات. اولا نفس الشيء تنقص لي شويه من القاعديه تاع الصودا الكاويه للكربونات، تعطي كثافه او ثقل للقوام تاع الصابون. الكربونات راكو كامل تعرفوها كي نستعملوها مع الخل شحال معقمه ومطهره للحاجه اللي راكي تستعمليها فيها. اوكي، اخر مكون خلاص هو الجليسرين، باش كي تستعملي الصابون تاعك يحافظ على يديك، يزيد يعطيها نعومه. انا لهنا مستعمله نص كاس هذا تاع لاتاي. انا الجليسرين هذا شريته من الكوسميتيك، يعني نستعمله لوجهي. ما لقيتيش في الكوسميتيك روحي الفرمسيان قول له اعطيني جليسرين، راح يجي برك شوي شفاف على هذا المستعمل عندي. راهم في زوج كيف قلنا نص كاس تاع لاتاي. هذا الصابون اللي زدنا له زوج اطرات تاع الماء. شوفوا ما هدرت معاكم بسرعه بك على المكونات، شوفوا كيفاش عاود شد روحه لانه شوي برد الحال. هنا لو كان نضيف له هكذا المكونات مش راح يتخلطوا لي. حنزيد له زوج اطرات ماء غليان اخرين. صافي هكذا رانا مستعملين 4 اطرات. هي تقدري تستعملي الماء بارد بصح راح يتعبك في التحراك، بصح راح يتعبك. انا اللي هنا نستعمل الماء السخون باش يذوب كلش في بعضه ويكون عندي القوام تاعي ساهل اني نخلطه. انا هنا مزربه بك الفيديو شويه. انت المهم كي تكوني تحركي حاولي قد ما قدرتي ما تخرجيش كميه من الرغوه. شوفوا رانا زدنا دركا 4 اطرات ماء ل 500 غرام من الصابون الصلب اللي خدمناه. نتج عندي هذا السائل. دركا نبدا نضيف المواد. اول حاجه الصابون السائل، ومن بعد الصابون البودر، نعطيهم تحريكه خفيفه. نحاول اني نحل برك الكعابر تاع الصابون البودر. نهبط بالسكر والجليسرين والملح. نحاول اني نخلط كلش مع بعضاه مع هو سخون دقيقه دوك يذوب. واخر حاجه خلاص الكربونات والخل. نهبط بالخل على الكربونات. ولهنا قدامي ميم با ربع كاس تاع الماء نشلل به برك الحاجه اللي كنت حاطه فيها الكربونات. نحرك بيان ونحطو تكوتي حوالي ربع ساعه. راح نشوف بلي القوام تاعو عاود تقل وتماسك على الاخر. هنا بعد ما فات ربع ساعه راهو مازالو سخونه. شوفوا كيفاش بدا يتصلب. لو كان نزيد نخليه يبرد اكثر من هكا زعما ما عنديش الوقت نبيتو الغدوه من داك ولا راح يرجع كامل كتله واحده كيما الطبقه هذه اللي راكم تشوفوا فيها من الفوق. يعني ما شاء الله واحد الوصفه نتمنى انكم تجربوها. في المرحله هذه راح نزيد عليه زوج اطرات ماء مغليين اخرين. يعني في المجمل لحد الان راني زايده 6 اطرات تاع الماء. نعطيه تحريكه صغيره بالميكسور حتى يرجع لي مزيج متماسك او متجانس من دراو جديد. دوك انا الخليط تاعي هذا راح نقسمه على زوج. انا لهنا دايرته في باسينه صغيره اجل التصوير برك.
دوكا نهضر لكم على التلوين ومن بعد المزيج تاعي هذا ننقله في حاجه اكبر. صافي شوفوا دوكا راني مستعمله 6 اطرات تاع الماء، وراح نبقى نزيد 6 اطرات اخرين زوج بزوج بيناتهم فاصل هكاك تاع ربع ساعه 20 مينوت على حسب درجه حراره الجو حتى نوصل للقوام اللي راني حباته. دركا بالنسبه للتلوين البنات الصابون لازم لك باش تلونيه الوان زيتيه تتباع عند اللي يبيعوا المنظفات، وللاسف ما يبيعوهاش بكميات قليله. الحاجه الوحيده المناسبه هي الالوان الشمعيه بالنسبه للوصفه، طبعا مخدومه من الدار في الدار مش وصفه تجاريه. الصابون اللي مستعملته ازرق راح نكمل نستعمل اللون الازرق. هنا ندي نصف قلم درته برك في نفس الكاس تاع الجليسرين ودرته في الميكرووند ميم با 10 ثواني باش يذوب لي برك مع الخليط هذا. ديجا راهو سخون بيان، نخلطه دقيقه يذوب. كي نزيد الماء الا شفت باللي اللون تاعو زاد خف نزيد طرف اخر من القلم هذاك تاع الشمع حتى نتحصل على درجه اللون اللي راني حبتها. وهنا البنات عفسه او تدبيره حابه اني نوريها لك. هذا شكل الصابون بعد ما زدت له 10 اطرات تاع الماء، خليته واحد الساعه هكذاك. شوفوا الشكل تاعو او الكثافه تاعو. نجيب باطه صغيره ونحاول اني نحي كميه منه. هذا واش نستعمله نحك به الطناجر، خصوصا هذوك تاع الانوكس يا اخي شتو من الطياب كامل يديروا لنا هذيك الطبقه الكحله من التحت. نحكم شويه من الصابون هذا ندهن به الكاع تاع الكوكوطه تاعي حتى من ليكوتي ونخليه يتفاعل معاها حوالي نص ساعه، ونرجع نحكو بامانه كل شيء يذوب ويتفتت. حكه خفيفه برك مش بالسلك تاع الحديد ولا جوست بالبونجا معا، بصح الجهه الحرشه يعني منها تخرج لاكوكوط تاعك تشعل. الى ان شاء الله عجبتكم الوصفه وخدمتوا الصابون ديري كيما انا نحي كميه قليله منه في المرحله هذه تاع 10 اطرات تاع الماء قبل ما تكملي تجريه، واستعمليه بالطريقه اللي قلت لك عليها. دوك الكميه هذه اللي عندي نزيدها 2 اطرات تاع الماء الغليان باش هكذا نكون قفلت 12 اطره تاعي. ويعني شوفوا ما شاء الله الكميه هذه اللي تحصلنا عليها. اخر ملاحظه بالنسبه للصابون هذا البنات جامي تستعمليه في نفس النهار اللي خدمتيه، يقعد على الاقل اسبوع. اقل حاجه لو كنتي فريمون مزروبه 5 ايام باش يتنحى لي فيه تاع الصودا الكاويه اللي استعملناها ويصبح امن تماما على البشره. وذكر البنات راح نشوفوا اختبار عملي او تحدي للصابون تاعنا. هذا هو الصابون اللي هنا عندي شويه تاع الماء، وهذه البونجه تاعي كيما راكم تشوفوا نقيه ناشفه وجديده تماما ما فيها والو. وهنا عندي كاس طليته بالسمن، يعني مش زيت برك، لا سمن مجبس مع راهو بارد الحال. شوفوا كيفاش راهو يعني حكمته بالذراع لا يزلق في يدي. نحط شويه من الصابون تاعي في الماء ونحاول اني نرغيه برك بالبونجه. شوفوا يعني ما شاء الله الكميه الوفيره تاع الرغوه اللي تحصلنا عليها. حاولت اني نجبد لكم شويه باش تشوفوا والو، يعني كميه الرغوه ربي يبارك ما شاء الله. شوفوا حتى الاختبار هذاك اللي يديروه لكثافه الرغوه، كي تحطي البونجه ما تهبطش لتحت مالغري راهي ثقيله ومعمره بالماء دركا ما تهبطش لتحت تبقى طافيه، دليل على كثافه وقوه الرغوه اللي تحصلنا عليها. دركا نجيب الكاس ونحاول اني نغسله، نعطيها غسله من برا قبل نزيد نغسله للداخل. شوفوا ثواني سي بون تنحات له هذاك السبك كامل تاع السمن البارد اللي كان فيه. هنا نحاول بيدي برك قد ما قدرت يعني اني نحي الرغوه برك باش تشوفوا كيفاش راهو الكاس تاعي تنقى ونضاف قبل ما نروح نشله يعني تحت العين باش نحي هذا الرغوه الكثيفه، لانه مستحيل راح نقدر اني نحيها بيدي برك. نروح نشله ونرجع لكم. وهذا كان الكاس تاعنا اللي كان مسبك بالسمن البارد والماء راهو بارد البنات بامانه راهو بارد كلش بارد في بارد. شوفوا ما شاء الله كميه اللمعه اللي فيه. شوفوا حاولت اني نقربه من الكاميرا باش تشوفوا باللي راهو يبرق ما فيه ولا طاشه. وشوفوا كميه الرغوه الوفيره. دوك نبدل لكم الزاويه تاع التصوير باش تبان معكم احسن. شوفوا لهنا
كمية الماء شحال راهي وحجم الرغوة وكثافتها وثقلها. وهنا الكاس تاعنا شوفوا كيفاش راهو يبرق، تنحالو هذاك الدسم والسمن البارد اللي كان فيه. وشوفوا اللمعان اللي فيه، هذا ناتج من استعمالنا اولا سائل الغسيل اللي قلنا فيه نسبة من الملمع والخل والكربونات اللي عطاونا هذا البريق الممتاز. وهذا ما كان بالنسبة للفيديو تاع نهار اليوم. كم خدمنا مع بعضنا صابون سائل بكمية وفيرة، 12 اطار تاع صابون سائل بكاس واحد برك تاع الزيت، بحوايج بسيطة جدا متوفرة في كل بيت. صدقيني التكلفة تاعو لا تذكر. احسبي لو كان تشري 12 اطرة من ازيس هذاك تاع الماعن الواجد شحال راح تستقام لك. وصدقوني وبامانه كما ديما ولفتوا معايا، مصداقيتي معاكم اهم حاجه واول اولوياتي في هذه القناه. احسن 1000 مره من ازيس تاع الماعن. نخاف نقول لكم فوتوكوبي تاع فيري، نغسل به اصعب انواع الدهون تخرج معايا يعني ما شاء الله. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش من دعمكم وتشجيعكم، والف شكر لكم.